والموصوف بالنور عزيز وشأنه عظيم على ما سواه. لذلك وصف الله كذلك في وصف النور، وصف هذه الصلاة التي تؤديها يا عبد الله 5 مرات في اليوم والليلة غير السنن والمستحبات التي تقوم بها، وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها إيش؟ نور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال: والصلاة نور. متى ما حفظت عليها وقمت بها، متى ما قمت بهذه الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها وفي أوقاتها، كانت لك نورا يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: الصلاة نور. اسمع معناها. متى تكون نورا عندك؟ أي تمنعك عن المعاصي، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تهديك إلى الصواب، تحفظك من كل شر ومكر وكيد، حتى أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. فسبب إشراقة نوره ووجهه في عرصات يوم القيامة وعلى الصلاة صلاته. انظر لانشراح صدره وراحة قلبه وزوال الهموم والأحزان التي يكابدها كثير من الناس. يشتكي الشباب والفتيات والرجال والنساء من الهموم والأحزان، فأقول: ارجع إلى صلاتك، أدها حقيقة، حافظ عليها، سيزول كل ما بك من هم وغم وحزن. لذلك كانت الصلاة نورا ظاهرا على وجه الإنسان يوم القيامة، يحصل له البهاء والجلال والرفعة، بخلاف من لم يصلي. هذه هي الصلاة إن أردت الحياة، هذه هي الصلاة إن أردت النور والهداية للعيش في الهموم والأحزان والعياذ بالله. حقا والله ما قاله الإمام النووي في شرحه لهذه، اسمع ماذا قال. يقول: في زمانه وليس في زماننا، يقول: كم نشاهد من الناس الذين يحافظون على الصلاة، نرى في وجوههم في الدنيا قبل عرصات يوم القيامة، وهذا عند الله النضارة والبهجة والنور، ونرى أولئك الذين حرموا لذة الصلاة وحرموا المحافظة عليها الظلمة والكآبة في وجوههم، نعوذ بالله من حال أولئك. وقال الشيخ ابن عثيمين العلامة يحفظه الله رحمه الله وتغمده بواسع رحمته، يقول في شرحه لهذا الحديث: الصلاة نور، أي نور للعبد في قلبه، اسمع، ونور للعبد في وجهه، ونور للعبد في قبره، ونور للعبد في حشره. لذا تجد أكثر الناس نورا هم أهل الصلاة، تجد أكثر الناس خشوعا وخضوعا واستجابة لله هم أهل الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر والعياذ بالله مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حبي صلاتي وسفينتي صلواتي، هي نور قلبي جنتي ونجاتي، هي عالم المنسوج من غيم المدى، تختال كالمصباح في الظلمات، هي كل آمالي التي أحيا بها، هي راحتي وخشوعها سكناتي، حبي الذي أقسمت أن أبقى له متفرغا متجردا من ذاتي، ما تهت يوما في الدروب لأنني أسلمتها أمري وكل حياتي، إن ضاق صدري بالهموم أتيتها فوجدتها نورا ينير جهاتي،
هي قرة العين التي أهفو لها وتهيم في آفاقها نبضاتي، هي شمعة الأنفاس عطر جوانحي، خير من المولى يلم شتاتي، يمحو بها ربي خطاياي التي مارستها وتزيد من حسناتي. من قام يسمو للصلاة فؤاده خال من الشبهات والشهوات، فيها دواء للنفوس وبلسم يجتث داء الهم والحسرات. نعم والله نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي عليك أيها الإنسان أن تحافظ عليها، وأن تأمر أولادك وزوجتك ومن ولاك الله عليهم أن يحافظوا عليها، لأنك والله ستسأل عنهم وستسأل عن صلاتك وعن أولادك. أول من يتعلقون في رقبتك يوم القيامة هم أولادك، لأنك لم ترعاهم ولم تأمرهم بهذه الصلاة العظيمة. قف معي أخي وأختي، اسأل نفسك لماذا لا يكون لك نور وهداية وطاعة واستقامة؟ قف وقفة جازمة محاسبة لنفسك، إلى متى أنت غافل عن ذلك النور؟ والله أحبتي إننا نجد في مكة والمدينة أناس كالجماد لا يتحرك في صلاته وفي خشوعه وفي خضوعه، وتجد أناس والعياذ بالله ينقرها نقر الغراب، همه في الدنيا وعقله في شهواتها والعياذ بالله. فرق بين هذا وذاك. فمتى يدركك أخي الحبيب النور الحقيقي؟ إن لم يعطيك الله هذا النور في الدنيا اسأله حقيقة وصدقا ودعاء وإخباتا وخضوعا من قلبك وجوارحك أن يهبك نور الصلاة. فكم حرم أناس يصلون معنا لكنهم حرموا نور الصلاة وخشوعها وخضوعها وطمأنينتها وجميع أمورها. فاسأل الله أن يهب لك هذا النور. يا ربي إنك للخلائق نور، يسفي الضلال فيسقط الديجور، وتضيء ألباب البرايا بالنهى، فتعود بالآي الحصيف تمور. وبك النفوس تعيش كل سكينة، لا الخوف يضنيها وليس تخور. فاملأ إلهي باليقين صدورنا، ليعم فينا راحة وسرور.